ثيابه، عطر جبين وياكم تنفض ترابه، كف الشهيد وعليه لا تصلوا يا أحبابه، زف الشهيد البيت الثاني في الجنة، زف الشهيد بجرح بدم وبثيابه، زف الشهيد وخلوا الزف على السنة. مروان شاب وديع، فقد بدأت أحوال مروان بالتغير حينما انتقل إلى المدينة. كيف المذاكرة معك؟ والله تمام الحمد لله. شوف الصفحة الثانية، هذه ترى مهمة. وين الثانية؟ الثانية، ادخل على الثانية. أخبارك؟ الله يسلمك. هذه يا مروان خليك تكيف صح. وش ذا؟ لا تقول حشيش، أنا مالي في الحشيش. يا حبيبي شوف، أنت جرب ما أنت بخسران، إذا ما صلحت لك رجعها. لا 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 يا رعد، أنا المخدرات إلا المخدرات مالي فيها. هالمرة بس عشاني. اصطدم مروان بحياة المدينة الصاخبة، تعرف على شلة من الأقران كان لهم أثر كبير في تغير سلوكه. صح على قلبك، صح على قلبك. يلا الحين ذاكر. يبدو أن دوامة التغير كانت شديدة التأثير والانفتاح. انغمس مروان في دائرة الظلام ليجد نفسه في مواجهة ساخنة مع سجائر الحشيش لأول مرة في حياته. مع كل أسف انغمس مروان في إدمان المخدرات ليبدأ رحلة الضياع والشتات، حتى أصبحت دراسته الجامعية في مهب الريح بسبب كثرة الغياب. يا هلا رعد. مروان وينك اليوم ما جيت الجامعة؟ ليه الساعة كم الحين؟ الساعة 11 يا فالح. يو والله راحت علي نومة، كنت حاط منبه. يا أخي نايم ما رديت عن علي. وش عندنا الاختبار اليوم؟ اليوم كان عندك اختبار مادة حديث. اختبار حشيش؟ يا أخوي مادة حديث. ايه حديث، احسبك تقول حشيش. عموما حبيب قلبي رعد. نعم. انا والله مطفر يا اخوك، وابي منك سلف الين اخر الشهر. لا حول، هذه ثاني مرة تطلب مني فلوس، ذاك الشهر أنا معطيك. يا اخوك ماني ماخذ حقك، بتنزل المكافأة وبعطيك اخر الشهر، لا تخاف. طيب ابشر ولا يهمك. بيض الله وجهك، مشكور. وبسبب زيادة معدل الغياب وجد مروان نفسه خارج أسوار الجامعة، ثم كان طرده من السكن فهام على وجهه وقد ساءت أحواله وتحطمت آماله. كان على مروان أن يواجه المصير المجهول. هل يعود إلى أهله ويعلن لهم عن خيبته وفشله؟ أم أن هناك بصيص أمل ربما يضيء حياته من جديد؟ شكل ما لا إلا المسجد أريح فيه شوي.
السلام عليكم. نعم. أنا أقول لك الله يحفظك. السلام عليكم يا أخوي. إيه وعليكم السلام. خير إن شاء الله ولد أخوك، أشوفك تعبان وحالتك حالة. لا بس شوية مشاكل. عسى ما شر. يا شيخ أنا جاي من القرية عشان أدرس في الجامعة، بس إنهم فصلوني بسبب الغياب، وصرت ما أقدر أدفع حق السكن. زي ما أنت شايف أدور لي مكان أسكن فيها وأقعد فيه. أبشر بالخير وأنا أخوك، أبشر بالخير. أنت أخونا في الإسلام، حنا أخوان الله يحفظك. الله يجزاك بالخير يا شيخ، والله إنك خجلتني بكلامك. لا تقول هالكلام مرة ثانية. أنت مثل ما قلت لك أخونا في الدين وأنا أخوك، وبعدين الله سبحانه وتعالى وصى على ابن السبيل. الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك خير. يلا يلا قم معي قم. وين؟ نروح عندي في البيت تاكل لك لقمة طيبة وترتاح، وإن شاء الله إن الله بيسر أمرك. بس لا بس ولا شيء. بس ليه؟ يا شيخ أنت إنسان طيب وأنا إنسان مذنب وعاصي. إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس يا شيخ أنا إنسان مذنب. الحسنات وأنا أخوك يذهبن السيئات. بس أنا يا شيخ مدمن حشيش ووضعي صعب. يتوب الله عليك إن شاء الله، وبتشرق شمسك من جديد وبتصير أحسن من أول. بس وربي يا شيخ؟ ربك أكرم مني ومنك وأنا أخوه. إن الله غفور رحيم، يتوب على الجميع. إن الله يحب التوابين. استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه. يلا 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 قل مشينا توكلنا على الله. ميلاد جديد ونقطة تحول كانت كفيلة بتغيير حياة مروان من الرذيلة إلى الفضيلة ومن الظلمة إلى النور. بدأ مروان حياته الجديدة بعد تعافيه من الإدمان، وأصبح يشغل وقته بأعمال البر والإحسان. وانهمك مروان في التزود بالعلم الشرعي وحضور بعض الدروس والكلمات. ومع تردي حالته المادية فقد أضفى الإيمان والعمل الصالح على حياته بلسما يخفف عنه المشاق والمتاعب. ومع الحياة الجديدة يبدو أن مروان كان على موعد ساخن مع المزيد من نقاط التحول. مروان رعد، يلا حيه يلا حيه. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ ابشرك مساك انا طيب. الحمد لله. انت ايش اخبارك؟ الله يسلمك ويطول عمرك. اعرفك على الشيخ ابو عاصم. والنعم يا شيخ. عليك زود، حياك الله. زميلي مروان في الجامعه. والنعم فيك يا شيخ مروان، شرفنا فيك. الله يجزاكم خير، الشرف لي والله. الله يحييك يا اخوي، نبغى نشوفك، نبغى نجلس معك، والله مشتاقين لك. وانا والله مشتاق لك يا رائد. وين الناس وش مسوي في حياتك؟ والله يا اخوك في ذا الدنيا خلها على الله، والله من تعب لا تعب يا اخوك، خلها على الله. الله يجزاكم خير ويثبت اقدامكم يا رب. امين ان شاء الله. الله يجزاك خير. طيب ليش ما يجينا الشيخ مروان في الاستراحه؟ والله فكره طيبه. طيب يا شيخ مروان، الليله بعد العشاء عندك شيء؟ لا والله ما عندي شيء، فاضي. طيب يا شيخ مروان، احنا الليله بيزورونا شباب مثلك طيبين، نبيك تزورنا وتشرفنا الليله ان شاء الله. وين فيه؟ في استراحتين قريبه من هنا، سجل رقم جوالي وعدنا بعد العشاء. طيب ترى سجل. خذ رقمك، سجل رقم. جزاك الله خير. الله يثيبك ان شاء الله. بمشيئة الله ان شاء الله بعد العشاء وانا عندكم باذن الله. في امان الله. الله يعطيك حياك العافية. الله. مع السلامة. الله يسلمك. مشكورين. في امان الله. مع السلامة. مع السلامة. الله. اين انت الان؟ أنا وصلت على وصفك في أول طريق الاستراحات. هل يوجد معك احد؟ لا لحالي، ما عندي أحد. طب انتظرني هناك، انا جايك الان. بانتظارك طال عمرك. وفي المساء ذهب مروان إلى الاستراحة. يا شيخنا مروان اللي قلت لك عنه جاي بالطريق، ورعد راح يجيبه. وش وضع مروان؟
تعرف الزين يا أبو عاصم؟ أنا أخذت أخباره من رائد وقال لي إنه مدمن مخدرات وتوه تايب، وأنا أتوقع يا شيخنا إنه بيفيدنا كثير. شيء طيب، لكن أنت تعرف منهجنا، ما نبي واحد عنده أفكار من اللي تخابر. لا تخاف يا شيخ، لا تخاف، أنا نظرتي ما تخيب أبد، وهالولد مثل العجين الخام وبيمشي معنا مثل الحلاوة. المهم، أي نقاش بين الشباب الجدد مرفوض، وأي واحد عنده إشكالية يرجع لي مباشرة. تفضل تفضل يا شيخ مروان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله. تفضل. السلام عليكم. أهلا ومرحبا. وعليكم السلام. الشيخ أبو جهاد. هلا والله يا شيخ، تشرفت فيك. أهلا ومرحبا يا أخ مروان. سمعنا كثير عن جهدك في الإصلاح والدعوة لله سبحانه وتعالى. والله يا شيخ هذا جهد المقل، وهذا أقل واجب نقدمه لديننا. والله من أول ما تبت يا شيخ وأنا أحاول أدعو الشباب، فصلاح الشباب هو صلاح الأمة. بارك الله فيك يا أخ مروان. فالأمة تتعرض إلى ابتلاء ومحن، وتحتاج إلى رجال مثلك حتى يعود بها إلى أمجادها. فالأمة يا أخوان في غفلة شديدة وبعد عن الدين، وأصبح الأعداء يتهافتون على هذه الأمة تهافت الجراد، وأصبح دم المسلم رخيصا. والله وتالله وبالله إن الأعداء ما يحسبون لنا أي حساب إلا بالجهاد، ومن يقول غير ذلك فإنه خائن للأمة. فالجهاد اليوم أصبح فرضا على الأمة كلها. بس أنا يا شيخ سمعت وقريت أن الجهاد فرض كفاية. لا يا أخ مروان، الجهاد فرض عين. هل هنالك دليل أحسن الله إليك يا شيخ على هذا الكلام؟ دليل؟ هل رأيت ما يفعله الأعداء بخواتك المسلمات من اغتصاب وتعذيب؟ أسألك بالله يا مروان، هل ترضاها على أختك أو أمك؟ لا والله ما أرضاها يا شيخ. هداك الله يا مروان. الأمة تستغيث وتذبح وأنت تقول هل من دليل؟ يا أخ مروان، ما عاد ينفع في هالأمة الحلول البطيئة والإبرة المسكنة. والله لو جلست تدعو إلى الله 100 سنة لما وجدت حل لهذه الأمة. لا يوجد حل لهذه الأمة إلا بالجهاد. نعم، والمصيبة اليوم أن الأمة خذلت المجاهدين وضيقت عليهم، ولكن سيأتي يوم تتغير فيه أحوال هذه الأمة. مروان ها؟ خير إن شاء الله. هشوفك سارح هاليومين، وش فيك؟ أفكر في حال الأمة يا شيخ محمد. صدقت، حال الأمة هاليومين لا والله ما يسر. والظاهر يا شيخ محمد إن ما لا حل إلا بالجهاد. بل نقول يا مروان لا حل للأمة إلا بالإسلام. الجهاد عبادة عظيمة وهو ذروة سنام الدين، لكنه وسيلة وليس بغاية، والجهاد له أحواله وضوابطه وشروطه. طيب من وين نعرف الضوابط والشروط؟ الضوابط والشروط تستنبط من الأدلة الشرعية، ومن يقررها هم أهل العلم الذين أمرنا الله بالرجوع لهم. والعالم الشرعي ينظر للأدلة وينظر كذلك لحال الأمة وقوتها مقارنة بأعدائها، وهل الجهاد طلب أو دافع، وهل تحقق شرط الاستطاعة وبقية الشروط، وهكذا. يعني يا شيخ على كل هذا التعقيد بنقفل باب الجهاد ونجلس نتفرج على الأمة وهي تضيع؟ لا يا مروان، الموضوع ليس بالتجارب ولا بالعواطف، بل بالعلم والدليل. النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن القتال في مكة 13 عاما لأنه كان في حالة ضعف، فلما هاجر إلى المدينة وصار عنده القوة أمره الله بالجهاد.
يعني أفهم من كلامك يا شيخ أن ما في جهاد في زمننا؟ ليس تماما، لكن نقول ليس كل من انتسب للجهاد بصادق، وليس كل راية ترفع باسم الجهاد راية صحيحة. التعميم خطأ، والواجب العدل والتمييز يا مروان. وكيف نميز يا شيخ؟ ميزة الجهاد الشرعي الصحيح أنه مبني على العلم الراسخ والرجوع لمن أمرنا الله بالرجوع لهم من العلماء وولاة الأمر ورعاية مصالح الأمة وعزها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والله أني محتار يا شيخ. دول الحيرة يا مروان العلم الشرعي. أنت يا مروان شاب طري العود قليل التجربة، وأنا بصراحة من حبي لك أنصحك تطلب العلم وتلزم دروس العلماء الراسخين، لأن موضوعات السياسة والجهاد من دخلها يعني بغير علم مؤصل أخذته الحمية والعاطفة إلى هاوية الفكر، وربما يتورط في دماء ومسائل خطيرة. الله يجزاك بالخير يا شيخ. وكذلك جاء الإسلام بحفظ الأنفس، الأرواح المعصومة، أرواح المؤمنين وأرواح الكفار المستأمنين. وش بلاك طفيت التلفزيون؟ هذا الشيخ ناصر ما عرفته؟ ما دمر الأمة وخذل المجاهدين إلا اللي يسمونهم علماء ودعاة. كيف؟ يا مروان أنت لازم تفهم إن الأمة اليوم في حالة مزرية، والعلماء كتموا العلم وأصبحوا علماء سلطة، واللي يسمونهم دعاة يعادون الجهاد والمجاهدين. يا أخوي أبو عاصم، لازم الواحد منا يطلب العلم عشان يكون عنده مرجعية. المرجعية للعلماء وليست العملاء. ومن تقصد بالعملاء؟ يا مروان أقصد اللي يوالون الأنظمة ويعادون المجاهدين وهم جالسين تحت المكيفات. يا شيخ أبو عاصم، العلماء يقولون إنهم ضد تصرفات بعض المجاهدين، مو ضد المجاهدين كلهم. وأنت مصدق هالكلام يا مروان؟ هذه حيلة قديمة وكلام فاضي. انتبه يا شيخ أبو عاصم، أنت قاعد تقول كلام خطير، وأنت عارف إن لحوم العلماء مسمومة. ولحوم المجاهدين إيش يا مروان؟ حلال يعني؟ إن العلماء هم أهل الثغورة والجهاد. يا أخوي أنت بتقنعني إن كل عالم ما يصير عالم إلا يروح للجهاد؟ يا أخي عمرها ما صارت على مر التاريخ. أنت مسكين يا مروان، ولو رحت للجهاد كان عرفت معنى كلامي. طيب أنت رحت للجهاد قبل؟ الحمد لله، الله أكرمني في الجهاد في عدة جبهات، ولو أقص لك المشاهد والكرامات اللي شفتها ما تصدق. وش الكرامات؟ قلها وش هي؟ أنا بقول لك بعضها، وراح أوريك مقاطع فيديو تعلمك معنى الجهاد الحقيقي. وعلى ذكر الكرامات وتشويق النفوس، اشرأبت نفس مروان لعلها تجد في هذا العالم متنفسا لما يعيشه من آلام وما يستشعره من مآسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وينك يا مروان؟ معقولة سافرت لديرتك ولا مريت علي؟ يا خوفي عليك يا مروان من حماستك وعاطفتك. بس الله يستر. الحمد لله الأمور تمام والأمور طيبة ومرتاح إلى الآن، وإن شاء الله الأمور إلى خير. مروان أنا أبغاك الموضوع. حاضر طال عمرك. أخوي مروان، أنا قابلت الشيخ أبو جهاد ويثني عليك ثناء الحسن، وأنا بصراحة علمته بحالك، وأنت جالس كذا بدون غرفة، فأمر لك بالغرفة داخل الاستراحة بدل ما أنك تستأجر برا، وأعطاني ذا الفلوس. فلوس؟ نعم 3000 ريال. بس هذه كثيرة علي، الله يجزاكم خير.
يا أخوي مروان، في الحقيقة أبو جهاد كريم وأنت تستاهل. الله يجزاه عنا وعن كل مسلم ومسلمة كل خير يا رب. آمين. طيب أنا أستاذنك لأن عندي مشكلة بسيطة ودي أني أروح أحلها. وش المشكلة؟ والله يا أخوي في الحقيقة ما أدري شو أقول لك. أنا معي سيارة أمس بعتها، وجيت اليوم رحت أستأجر لي سيارة مكتب تأجير سيارات. فقالوا إن رخصتك منتهية، وأنا مثلك عارف راح أدور أحد الشباب إني أستأجر باسمه. أبد، رخصتي تحت أمرك واسمي تحت أمرك. إيه أجل شأنه. توكلنا على الله. أبشرك يا شيخ، السيارة اللي بننفذ عليها العملية صارت جاهزة. شيء طيب، بس من وين جبتوها؟ السيارة استأجرناها من مكتب تأجير. أنت مجنون يا أبو عاصم، تستأجر سيارة باسمك؟ لا ينشغل بالك، السيارة استأجرناها باسم مروان. اسم مروان؟ ومروان كيف وافق أنكم تأخذون سيارة باسمه؟ هذه بركة رعد يا شيخنا، قدر إنه يقنعه ويحطها باسمه. إذن على بركة الله نفذوا العملية وكونوا على حذر شديد شديد جدا. وين وصلت يا مروان؟ معقولة كل الناس على خطأ وجماعة التنظيم بس هم اللي على حق؟ الشيخ أبو جهاد يقول لي تذكروا حديث طوبى للغرباء، لكن كيف أعرف الغرباء؟ ها؟ أروح للشيخ محمد في المسجد أسأله؟ لا ما لي وجه أروح زمان. طيب العزة، الكرامات، الحور العين، يا رب اهدني يا رب. ومضى مروان في طريق الشك والحيرة. والحمد لله سبحانه وتعالى الذي مكننا من ذلك. أبشرك يا شيخ، أبشرك. في وجهك الخير أنت وياه. وش العلم يا جماعة؟ العملية يا شيخ. العملية نجحت يا شيخ. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أثلجت صدري بارك الله فيكم. الحمد لله. والله يا شيخ لو شفت العلج الكافر وهو يفطس. يا شيخ، بس لو كان عندي وقت لا أجز لك راسه وخليك تقر عيونك فيه. قبحه الله، هذا العلج هو دولته. إلا يا شيخ وش قصته ذا؟ دولة هذا الكافر الخبيث بالأمس أرسلت عتاد عسكري للجبهة ضد أخواننا، ولا شك أن مثل هذه العملية تهز كيان هذا الخبيث وتوقع الخلاف بين الدول. بس يا شيخنا ما تظن هالعملية تفتح عيون الحكومة علينا؟ لا شك يا أبو عاصم، ويجب أن نكون حذرين وحريصين على هذا التنظيم. وانتبهوا يا أخوان، خاصة من الشباب الصغار. بس يا شيخنا في خبر ما هو بزين. وش الخبر اللي ما هو بزين؟ بعد ما نفذنا العملية بالسيارة قطعت فينا بنزين بالشارع. إيه، وش صار؟ مشينا وخلينا السيارة بالشارع، قلنا إذا هذا الوضع نرجع وناخذه. لكن إيش يا أبو عاصم؟ لكن إيش؟ أكمل. لكن الخوف إن الحكومة تجي وتاخذ السيارة. وش تقول؟ أحبتي في الله، لعلكم علمتم ما قام به إخوانكم من عملية مباركة قضوا فيها على أحد العلوج الكفار في هذه البلاد، لكن يجب الحذر من أعدائنا الذين يحاربوننا ويسلطون جنودهم ضدنا، وخاصة بعد العثور على السيارة. فبالأمس يا إخوان
ألقي القبض على 2 من خيرة شبابنا فسجنوهم وعذبوهم أشد العذاب. يا شيخنا، بعض الأخوة يسألون عن حكم قتال الجنود الذين يحاربون المجاهدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه المسألة قد شغلت فكركم كثيرا، فإني أحسمها هذه الليلة فأقولها بكل وضوح ولا تأخذني في الله لومة لائم. هؤلاء كفار فاقتلوهم وعذبوهم واشربوا من دمائهم ودماءهم في رقبتي. الله أكبر. سمعت وش يقول الشيخ؟ يقول إن الجنود كفار. يا أخي سمعت. طيب هو قبل أسبوعين يقول إن الجنود ليسوا كفار. يا أخوي اسكت، يحبك كثرة الاعتراضات. اسكت لا يسمعك الشيخ. أبشر يا شيخ، سنشرب من دماء هؤلاء الكفار. ولكن يا شيخ عندي مسألة، هل نساءهم حلال؟ النساء مسألة فيها خلاف، وأني أعدكم أن أبحث هذه المسألة وأتي لكم بدليل يبيح لنا سبي نسائهم وضررهم. الله أكبر. الله أكبر. على خلفية حادث مقتل الموظف الأجنبي والعثور على السيارة التي ارتكبت بواسطتها الجريمة، تم تحديد موقع الاستراحة التي يتجمع فيها أعضاء التنظيم، وعلى الفور صدر الأمر بمداهمة الموقع في عملية سرية نوعية. لا تطلق. يا ظلمة يا دعوة. رعد، سم يا شيخ. من في الاستراحة؟ الشيخ أبو عاصم والإخوان. أبو عاصم؟ الله أكبر. هنيئا لك يا أبا عاصم، إن مت فأنت شهيد، وإن بقيت في قبضة هؤلاء الطواغيت فالأجر أعظم وأعظم. هنيئا لك يا أبا عاصم. الله أكبر. تم القبض على أعضاء التنظيم الموجودين في الاستراحة، وكانت إرادة الله تعالى أن ينجو قائد التنظيم هذه المرة، فبدأ يرتب أوراقه من جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أعلم أني أحمل لكم أخبارا غير سارة، فقد كنت متخوفا من العملية الأخيرة التي كشفت أوراقنا وخسرنا والكثير من شبابنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وش الحل يا شيخ؟ الحل يا إخوة أن نهدي الوضع الآن وأن نعيد ترتيب قوانا، فنحن في مخيم آمن بعيد عن المدن، وسنبقى هنا حتى يأذن الله بالفرج. صحيح يا شيخ؟ نعم صحيح يا مروان، فالذي حدثني ثقة ولا يكذب. لا يا شيخ، لهالحد خلاص أبي أرجع المسجدي والحارتي، خلاص ما عاد أقدر. ماذا تقول؟ لا يا مروان، لن نتركك تخسر دينك وتخذل أخوانك. نسيت يا مروان انك بايعت الشيخ على السمع والطاعة؟ ولا نسيت ان السيارة اللي استاجرناها
كانت مستاجرة باسمك؟ يعني تخونني؟ أنا آسف، لكن كل هذا في سبيل الله. في سبيل الله ولا في سبيل الشيطان؟ ليش ما قلت لي من أول؟ صحيح يا رعد، لقد أخطأت في حق مروان. المفروض أنك أخبرته في الموضوع. لكن يا مروان، سامح أخيك في الله، ومن عفا وسامح فأجره على الله. يا شيخ وشلون أسامحه؟ أنا الحين متورط في قضية مالي فيها لا ناقة ولا جمل، وتبيني أسامحه؟ لا تقلق، لا تقلق يا مروان، فأني أعلم أن خط الرجعة عليك مقطوع، ولكن أنت هنا في أمان وبين أخوتك، ولن نتخلى عنك أبداً. مروان، ها كيف الأمور؟ كيف الأمور؟ الأمور ضيق ونكد ما يعلم فيه إلا الله. يا أخوي مروان، المفروض اللي مثلك يحمد ربه إن مطحنا في يد الحكومة. يا سلام، صار هدفي في الحياة إني كيف أهرب من الحكومة. يا أخ مروان، المؤمن مبتلى والحياة عقيدة وجهاد. وأنت تسمي عيشتنا في هالمخيم حياة؟ والله يا راعد إني أفكر أسلم نفسي وارتاح. ترتاح؟ أنت تبغى تخيس في السجن ها؟ وجنود الطواغيت يعذبونك. لا، يمكن يورطونك في قضية قتل فيها عسكري، وبعدين يا الحبيب تاخذها إعدام. طيب وش الحل؟ الحل نبقى في المخيم ونشارك الإخوان في التدريب والاستعداد، منها نستفيد من الوقت ونتعلم على السلاح لو صار علينا شيء. على قولتك، ومنها نشغل أنفسنا على الهم والنكد اللي احنا فيه. رغم عدم قناعة مروان بهذا الطريق في بادئ الأمر، إلا أن المخالطة وجرعات الحماسة كان لها مفعول السحر في القضاء على كل تردد وشك، فيما كان العزل الفكري مانعا لأثر أي تيار يسبح عكس تيار التنظيم. السلاح الصدر. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا شيخنا. طمني عن مروان. أبشرك مروان في تحسن والحمد لله. اللهم لك الحمد. اللهم انصرنا. اللهم انصرنا يا رب العالمين. آمين. على الكفرة العلوج. آمين. في هذه البلاد الطاهرة. آمين. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تشكيل دوران. أيها الأخوة، الجنة قريبة منكم، ما هي إلا شعرة، ما هي إلا شعرة. الحماس. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن العملية الجديدة التي نخطط لها نصرة للمجاهدين ونكاية بجنود الطواغيت، وإنك يا مروان ستكون بإذن الله قائد هذه العملية، وإننا نثق بالله تعالى ثم بك ثقة كبيرة. أنا والله يا شيخ الحياة ما عاد تهمني، ومستعد أبذل روحي ودمي في سبيل الله، لكن أنا متردد وشلون أقتل واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا مروان لا تأخذك العاطفة في دين الله، فإنهم يفتنونك في دينك، والفتنة أشد من القتل. أنسيت أنهم يحاربون دينك
ويعذبون إخواننا في سجونهم، أم تنتظر منهم أن ينتزعوا أظافرك ويبتروا قدمك كما حصل لأخونا أبو عاصم؟ هؤلاء دمهم حلال ومالهم حلال، أما أنت يا مروان فموتك شهادة في سبيل الله. وبشرك يا شيخ بأن أحد الأخوة الصالحين رأى رؤية فسرها الشيخ أبو الزبير بأن منفذي هذه العملية سيكون شهيدا بإذن الله في الجنة. الله أكبر يا أخوان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذن سيروا على بركة الله. الشهيد بجرح بدم وبثيابه، عطر جبين وياكم تنفض ترابه. كف الشهيد وعليه لا تصلوا يا أحبابه. زف الشهيد البيت الثاني في الجنة. شباب اخرجوا انسفوا البوابه نسف علينا وعلى اعدائنا. اخرجوا، تذكروا الجنه، تذكروا الجنه على الاعداء. شباب استعدوا، استعدوا، تعال جهز. طلعوا شباب، اطلعوا. يا عدو الله، نحن أقربون الجنة، أنتم إلى جهنم. سلم نفسك، سلم نفسك، سلم نفسك، سلم نفسك. مروان كبسة زر وإلى الجنة. لا تحرم نفسك، قاتل نفسك. لا تفشلنا مروان، تذكر الله وتذكر المجاهدين. وفي جلسات التحقيق كان هناك العديد من المفاجآت. فك الكلبش. ها يا مروان، اشوفك تضحك، ممكن اعرف ليش؟ أضحك والله من القهر يا حضرة الضابط. مقهور من ايش؟ مقهور لأن كنا نمشي ورا شكوك وأوهام، ونمشي ورا عواطفنا وبدون علم. أما عقولنا فمسلمينها لفلان وعلان ونمشي وراهم مثل العميان. حتى أبو عاصم هذا اللي كان عندك، تصدق يا حضرة الضابط كانوا يكذبون ويقولون إنكم شلتوا أظافره وباترين رجله وصار ما فيه إلا العافية. حسبي الله عليهم. لو ما مسكتوني يا حضرة الضابط كنت بسوي عملية انتحارية وما يوجد عندي فيها أي دليل واضح، وكنت بقتل نفسي وقتل ناس أبرياء ما لهم ذنب. حسبي الله عليهم. ضحكوا علينا، غسلوا أدمغتنا. لكن يا حضرة الضابط ما دام وصلت هالمرحلة أنا راح أعترف لك بكل شيء.
مروان؟ الشيخ محمد. يا هلا ويا غلا. يا هلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. قل الحمد لله اللي هداني للحق. الحمد لله اللي ردك إلى الحق. تجربتي يا شيخ محمد علمتني الكثير وخلتني أعرف الحق بعد ما كان ملتبس علي باسم الدين والجهاد. الحمد لله. اسمع مني يا مروان، الدين راس مالنا والجهاد تاج روسنا، ويكفي الرب العالمين سبحانه وتعالى ذكر الجهاد في كتابه الكريم، لكن المقصود الجهاد الحقيقي، الجهاد الحقيقي والشرعي الصحيح. بعدين يا مروان، مو بكل شيء تشوفه يلمع تقول انه ذهب، لا، ولا كل من رفع راية الدين ولا راية الجهاد يعتبر مصيب، لا سيما إذا خالف العلماء الكبار الموثوقين. صدقت يا شيخ وجزاك الله عنا كل خير، وأوعدك يا شيخ أني راح أجيك بعد ما أخلص من السجن واشتغل معك على كل خير. أنا مروان جايب لك هدية غالية على قلبي، أتمنى أنك تقراها وتجعلها منهاج لحياتك. الله يجزاك بالخير يا شيخ. فعلا يا شيخ، الوسطية هي منهج الحياة. هذا مجرم ومهنته التزوير. شهادة الدكتوراه سعرها 50,000 فقط. أنا تخرجت من لندن لي 3 سنوات. كيف دخلت بيتي؟ تذكر هذا أمر العلاج؟ تذكر ولا لا؟